واحدة من الفقرات المهمة في جدول أعمال جلسة البرلمان لهذا اليوم تعديل قانون وزارة التربية. هذا التعديل ضمن فقراته زيادة مخصصات المهنية للمعلمين والمدرسين ورفعها من 150 ألف دينار إلى 300 ألف دينار، بالإضافة إلى احتساب الخدمة ومضاعفة الخدمة للمستمرين بالخدمة في المناطق النائية ضمن مدة من الثلاث سنوات إلى 5 سنوات، بالإضافة إلى التصويت على توصيات مجلس النواب التي صدرت خلال الجلسة السابقة، ومنها منح قطع أراضي لكل الفئات التربوية، بالإضافة إلى تثبيت عقود 2020 وصرف رواتب عقود 2024 ضمن المحاضرين في وزارة التربية. كل هذه الملفات يناقشها البرلمان، لكن هنالك جنبة مالية. تحدثنا مع بعض النواب أكدوا بأن هنالك ممثل عن الحكومة سيحضر ضمن جلسة البرلمان لرفع الجنبة المالية والمضي بهذا التشريع. من الممكن أن يمضي التشريع إذا ما تم قراءة اليوم قراءة أولى وقراءة قراءة ثانية خلال الأيام المقبلة، بالإضافة إلى التصويت على تعديل قانون وزارة التربية كواحدة من الخطوات لإنصاف الكوادر التربوية.